شكرا لحسن تعاونكم معنا. بالرسالة ديت أنهت المخابرات المصرية فصلا في حياة أحد أشهر جواسيسها بعد 11 سنة متواصلة، قدر فيها يوصل لمناصب رفيعة جوه الكيان الصهيوني. أحمد الهوان أو جمعة الشوان، أشهر جاسوس مصري مزدوج، اتجوز من السندريلا وانتقد عادل إمام، وأذى الموساد الإسرائيلي اللي حاول يغويه ب 111 بنت من أجمل نساء العالم على مدار 11 سنة. الوجه الآخر للشوان. قبل ما نكمل حلقتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في قناتكم حكاية وطن وتفعلوا زر الجرس، وكمان تتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك. ويلا بينا نكمل حلقتنا. اتولد جمعة الشوان سنة 1939 في مدينة السويس، وكان ترتيبه الخامس بين اخواته والمسؤول عن رعاية أسرته مع والده، وده اللي خلاه يشتغل في المينا من وهو عنده 14 سنة. وبسبب شغله على المراكب قدر يتعلم حوالي 9 لغات لأنه كان بيختلط بالأجانب. ولما بقى عنده 19 سنة بس بقى صاحب شركة سياحية، لكن بيجي قرار التأمين وبتتسحب منه الشركة. وقتها عينته الحكومة رئيس لقسم الأشغال، لكن الشوان ما وقفش هنا وقرر إنه يشتغل في توريد السلع التموينية للسفن الأجنبية. وعن طريق الشغلانة دي قدر يشتري الشوان لانش صغير يخلص بيه شغله. وبعدها بتيجي نكسة 67 وبتاخد في وشها كل حاجة، ومن ضمنهم اللانش اللي كان حيلة الشوان. وبتبقى مدينة السويس شبه مدينة الأشباح بسبب عمليات التهجير اللي حصلت وقتها، وده بعد ما المدينة اتضربت بالمدافع الإسرائيلية واتدمرت حرفيا. غير كمان إن زوجته فقدت نظرها بعد ما تعرضت لحادث وقت التفجيرات اللي حصلت في الوقت ده. ساعتها ما كانش قدام الشوان إلا حل واحد بس، وهو إنه يسافر اليونان علشان يسترد مبلغ مالي كان مدين بيه صاحب سفينة يوناني كان بيورد ليه سلع تموينية في مصر. وكانت المفاجأة إن الشخص ده واللي كان اسمه الخواجة باما جاكوس قال إن واحدة من السفن بتاعته اتحرقت ومش معاه فلوس في الوقت الحالي. وقتها كان الشوان حرفيا لا يملك أكل يومه لأنه سافر على اليونان وفي جيبه $11 بس، وده اللي خلاه يفضل من غير أكل لمدة 3 أيام، لدرجة إنه بقى يدور على أكل في الشارع علشان ياكله. وفي يوم اتعرف على بنت يهودية اسمها جوجو، وقال عنها الشوان في واحدة من لقاءاته التلفزيونية إنه حب جوجو جدا، وإنها في النهاية رجعت معاه على مصر وأسلمت وبقى اسمها فاطمة الزهراء، وفضلت عايشة معاه باسم مستعار. المهم بعد كده اشتغل الشوان على باخرة، وفي مينا من أحد المواني اتعرف على شخصين، واحد فيهم كان اسمه جاك والتاني كان اسمه إبراهام، وفهموه إن عندهم شركة حديد وصلب وعايزينه يشتغل معاهم مقابل $5000 في الشهر، ده غير الحوافز والبدلات واللازم منه يعني. وطبعا وافق الشوان وشاف إنها فرصة ممتازة، وطلبوا منه يسافر مطار ترانكفورد، وفضل هناك لمدة 3 أيام. وبعدها جه ليه إبراهام وقال له إنهم هيعينوه في فرعهم الجديد اللي هيفتتحوه في القاهرة. وطبعا الشوان استغرب، منين متفقين على إنهم هيشغلوه معاهم في فرع في أوروبا وفجأة كده يغيروا رأيهم ويقولوا له هتشتغل في فرع القاهرة اللي لسه مجرد كلام على ورق. واللي خلى الشوان يشك أكتر إن إبراهام إداله شنطة فيها $150,000 وطلب منه يشتري لنفسه عربية ويفتح مكتب للمواد الغذائية بالقاهرة. وبين الكلام ده قالوا لي إنهم عايزين يعرفوا شوية معلومات عن 13 سفينة أجنبية، والسفن دي موجودة في السويس والإسماعيلية بمنطقة البحيرات اللي هناك. الشوان احتفظ بكل شكوكه لنفسه وخد الشنطة اللي فيها الفلوس عادي جدا ونزل على القاهرة، وهناك راح للمخابرات العامة وطلب إنه يقابل عبد الناصر. وطبعا الموضوع ما كانش سهل للدرجة دي. بعدها حبسوه لمدة 3 أيام علشان يعرفوا إيه اللي وراه بالظبط. وبعد 3 أيام قابل الشوان عبد الناصر، واللي حكى له عن كل حاجة حصلت معاه وقصة الفلوس وجاك وإبراهام. وقتها حولوا عبد الناصر على المخابرات العامة، وهناك عرفت منه المخابرات إن خطة الموساد كانت كالآتي، وهي إن الشوان يمشي بعربيته في طريق السويس القاهرة في شهر أغسطس في عز الحر وقت الظهر، لأن الطريق ده بيكون مليان ضباط وجنود عايزين أي مواصلة يروحوا بيها للمواقع بتاعتهم. طبعا المفروض وقتها إن الشوان هيعرض على حد من الضباط إنه يوصله بعربيته المكيفة والمليانة من خيرات ربنا، وساعتها هيحاول يستدرجه في الكلام ويعرف منه أي معلومات عن كتائب الجيش المصري، وبعد كده يبعتها للموساد الإسرائيلي. ساعتها شافت المخابرات المصرية إن دي فرصة ممتازة، وده علشان تقدر تبعت للموساد الإسرائيلي المعلومات اللي هي عايزاها. وكانت بتطلب من الشوان يغير أرقام الجوابات اللي بيبعتها، وكأنه بعت عدد كبير من الجوابات وهو في الأصل ما بعتش إلا 2 بس.
وطبعا ده اللي جنن الموساد، وطلبوا منه يسافر إيطاليا فورا. وهناك قابل واحدة اسمها سالي، واللي قالت له ازاي بتقول ان الجواب ده رقم 27 على الرغم انك ما بعتش الا جوابين بس. وقتها بقى الشوان شغل دماغه وانهار وقال لسالي يا حرامية يا نور، عايزين تاكلوا عليا حق 25 جواب مرة واحدة؟ وطبعا الكلام ده وصل لشيمون بريز رئيس الموساد الإسرائيلي بذات نفسه، واللي طلب من رجالته يجيبوا ليه الشوان على تل أبيب علشان يحقق معاه بنفسه. وهناك قدر الشوان يرسم الدور على شيمون وأقنعه فعلا إنه بعت 27 جواب ورجالته عايزين ياكلوا عليه حق 25 جواب بحالهم، وطلب منه إنه يخليه يرجع لليونان وياخد منهم المكافأة اللي كانوا واعدينه بيها وكل واحد يروح لحاله. وقتها سأل شيمون الشوان وقال له طب واشمعنى اليونان اللي عايز تروحها؟ فكان رد الشوان عليه إنه لو رجع مصر ممكن يبلغوا عنه ويتقبض عليه. وبالجملة دي بقى أقنع شيمون إن الشوان فعلا مخلص للموساد، وكلامه عن عدد الجوابات اللي بعتها كان صح. بعدها بقى شيمون غير رأيه وقال للشوان احنا هنحاسبك على 25 رسالة زي ما بتقول، بس هنلغي موضوع الحبر السري ده، واداله مكانه جهاز إرسال. وقتها رفض الشوان إنه ياخد الجهاز في البداية بحجة إن صوته عالي وبسهولة ممكن يتكشف، فطمنه شيمون وقال له إن الجهاز ده ملوش أي صوت ومفيش منه في العالم إلا عدد محدود، غير إنه بيوصل الرسائل في خلال 10 ثواني لأي مكان في العالم. وجاب الموساد واحد يهودي من أصل عراقي وكان اسمه مايكل، وده علشان يدرب الشوان على الجهاز وإزاي يستخدمه. ولما رجع الشوان لمصر احتفلت المخابرات العامة المصرية بالجهاز وأطلقت عليه اسم البطة السمينة. وعن طريق الجهاز ده والتجنيد الإسرائيلية جوجو مع جهاز المخابرات المصرية قدرت المخابرات تعرف معلومات مهمة جدا عن الموساد الإسرائيلي، وبفضلها قدرت مصر تقطع شوط كبير في المعركة وتتغلب على الجيش اللي كانوا بيقولوا عليه لا يقهر. وبعد حرب 73 بعت الموساد رسالة للشوان محتواها ارجع للبيت، بمعنى انهم عايزينه في اسرائيل في اسرع وقت. ساعتها رفض الشوان انه يروح وقال لو رحت اسرائيل اكيد هيخلصوا عليا لانهم بالتأكيد شاكين فيا. والكلام ده وصل للرئيس الراحل انور السادات اللي طلب من الشوان يسافر لاسرائيل وقال له بالحرف ولا يا سويسي، مصر لو طلبت منك تحط رقبتك تحت عجل ترماي ما تقولش لأ، كلنا فدا لمصر. وبالفعل كتب الشوان كل اللي يخص حياته كجاسوس مزدوج في جواب وسابه لزوجته، وطلب منها ما تفتحش الجواب ده إلا بعد 2 شهر من سفره. ولما سافر لإسرائيل قابلوه الموساد مقابلة الأبطال، وطبعا وقتها مثل الشوان إنه متأثر قوي بالهزيمة وفضل يعيط وخلع عليهم الحوار والدور على الآخر. ساعتها بقى قال له رئيس الموساد إنهم المرة دي هيدوا ليه جهاز أحدث من اللي قبله، لكن الأول هيقعد على جهاز كشف الكذب. ومن حسن حظ الشوان إن المخابرات المصرية كانت مدرباه على الجهاز ده وعرفته إزاي ينجو منه. ولما اطمن الموساد من ناحية الشوان مرة تانية كرمته رئيسة الوزراء الإسرائيلية ورجع لمصر ومعاه الجهاز الجديد. بعد كده بتحصل حادثة للشوان وبسببها بيتصاب في رجله. وقتها طلب من المخابرات المصرية إنه يوقف شغل معاهم وإنه خلاص قدم لمصر كل اللي يقدر عليه. وفي يوم الأربعاء 22 ديسمبر سنة 1976 المخابرات المصرية بعتت برقية موجزة للمخابرات الإسرائيلية كتبت فيها كالآتي: من المخابرات العامة المصرية للمخابرات الإسرائيلية نكرر شكرنا على إمدادكم لنا بأدق وأخطر أسراركم التي كشفت لنا المزيد من عملائكم داخليا وخارجيا، وذلك على مدى سنوات، وإلى اللقاء في معارك ذهنية أخرى. وبمجرد وصول الرسالة الضباط اللي كانوا متوليين تدريب الشوان ضربوا النار على نفسهم. أما بخصوص زواج الشوان من السندريلا اللي أنا قلته لكم في الأول، فقال الشوان لمجلة الإذاعة والتلفزيون إن اتجوز من السندريلا سرا سنة 69 لمدة 8 شهور. وفي آخر أيامه صرح الشوان بتأييده لثورة يناير ودعمه لصلاح أبو إسماعيل، وده وقت ما كان مرشح نفسه في الانتخابات، وكان شايف إن عادل إمام ما كانش مناسب أبدا للدور اللي لعبه في مسلسل دموع في عيون واقحة اللي حكى قصة حياته. وقال إن محمود عبد العزيز ولا محمود ياسين لو كانوا عملوا الدور كان هيبقى أفضل بكتير. وفي النهاية عرف أولاد وأحفاد الشوان إن أبوهم كان بطل بالصدفة وقت ما طلب منهم يشوفوا إعلان على التلفزيون هو مشارك فيه عشان يتفاجئوا بقصة حياة والدهم البطل بتتعرض على التلفزيون. وبعد صراع طويل مع المرض اتوفى البطل جمعة الشوان يوم 12 نوفمبر سنة 2011 علشان يذكر اسمه بالتاريخ كبطل ملحمي لا يقل قيمة عن رأفت الهجان.
دافع عن وطنه وكان سبب من أسباب الانتصار. وهنا بنكون وصلنا لحكاية الشوان، لكن حكاياتنا مش بتخلص. عايزين نعرف رأيكم في التعليقات، واستنونا في حلقة جديدة. يلا سلام.